في غابة هادئة كان يعيش باندا طباخ ماهر وأرنب طباخ موهوب. كان الباندا واسمه بامبو يحب طهي أطباق الخيزران الشهية. كان يجمع الخيزران الطازج كل صباح ويقوم بتقطيعه وطهيه بمهارة فائقة. كان الأرنب واسمه لولو يعشق إعداد أطباق الجزر اللذيذة. كان يزرع الجزر في حديقته الصغيرة ويقوم بتحضير أشهى الأطباق منها. في أحد الأيام قرر بامبو ولولو أن يتنافسا في الطهي. أعد بامبو طبقا من الخيزران المشوي مع صلصة خاصة، بينما أعد لولو طبقا من الجزر المطهو مع الأعشاب العطرية. تجمع حيوانات الغابة لمشاهدة المسابقة وتذوق الأطباق. تذوق الجميع أطباق الباندا والأرنب وأعجبوا بها كثيرا. كان من الصعب تحديد الفائز، لأن كل طبق كان له مذاقه الخاص. في النهاية قرر الحيوانات أن كلا الطباخين فازا، وأن الأهم هو الاستمتاع بالطعام مع الأصدقاء. احتفل بامبو ولولو مع جميع الحيوانات، وقرروا أن يطبخوا معا في المستقبل. أصبحوا أصدقاء مقربين يتبادلون الوصفات ويستمتعون بإعداد الطعام معا. استمر بامبو في طهي الخيزران، واستمر لولو في طهي الجزر، لكنهما كانا دائما يجدان وقتا للطهي معا. وهكذا أصبحت الغابة مكانا مليئا بالمرح والطعام اللذيذ.